بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الطهر المطهر الشفيع المشفع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم إن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم تامر الصبري على قناة تامر صبري. أنا بشكر الإخوة اللي تابعوني الأيام اللي فاتت في حلقات السيدة ربعة العدوية، وفي أخوات كلموني على الواتس وشكروني إن أنا فتحت الموضوع ده لأن هم بيبحثوا فيه، وإن شاء الله بإذن الله دي هتكون آخر حلقة في موضوع السيدة ربعة العدوية. طبعا الموضوع موضوع حب إلهي وعشق إلهي. قبل ما أبدأ الحلقة، زي ما انتم شايفين حضراتكم في تعليق اتبعت لي على القناة من يومين، والتعليق ده شدني قوي. صاحب التعليق بيقول: رأيت نفسي أردد الصلاة على النبي بالطريقة اللي انت بتصلي بيها يا أستاذ تامر، مع إني لم أكن أحفظها، وبدأت أرفع من الأرض كلما أكررها واستيقظت. انصحني. طبعا صاحب الرؤية بيقول اللي هو شاف اللي هو بيصلي على حضرة النبي بالصيغة اللي أنا بقولها في بداية الفيديوهات. هو بيقول ما كانش حافظها، وكل لما بيقول الصيغة بيطير في الجو أعلى وأعلى. طبعا الطيران في الجو دوت روحه بتعلى وبتسمو، لأن الصيغ بتاعت الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جمال، وبتوصل الإنسان لدرجات في مقامات الولاية. طبعا أنصحك اللي أنت تستمر في الصلاة على حضرة النبي بنفس الصيغة ديت لحد ما يجيلك رؤية في المنام صيغة تانية، دي هتبقى بتاعتك تشتغل بيها. طبعا الرابط ما بيني وما بينك هو الصلاة على حضرة النبي، ودوت رابط ما بين التلامذة والمعلمين أو الأساتذة بتوعهم، وأنا مش حاطط نفسي معلم ولا حاطط نفسي شيء، ولكن الموضوع دوت أو الرؤية دي فكرتني برؤية أحد التلامذة. شاف رؤية اللي هو ماشي في قرية، وهو عارف القرية دي في بلد جنبه، وفوجئ لقى واحد طلع له راجل عجوز. فهو التلميذ ده كان راجل كبير برضك مربي لحيته. فالراجل العجوز قال له: يا شيخنا، عاوزك تدعي لابني دعوة لأنه مريض، وأنا لفيت على أطباء كتير ومحدش عارف يطيبه أو يشفيه من العلاجات. مفيش غير إلا باب ربنا، وأنا شايف عليك الصلاح. هو ما كانش يعرف الشيخ ده اللي هو التلميذ. فادعي ربنا، وأنا عندي حصان، لو ربنا شفاه هوهب لك الحصان دوت تاخده. فطبعا الكلام ده كله في الرؤية. فالراجل اللي هو التلميذ دوت أو الشيخ قعد يدعي له، ولما صحي من المنام راح يحكي للشيخ بتاعه اللي هو الولي. قال له: أنا شفت رؤية اللي في واحد مقابلني وبيقول لي أنا ابني مريض وادعي له إن ربنا يشفيه، لأن الأطباء عجزوا على شفائه. ودوت كان في القرية اللي جنبنا، كان في وسط الزراعة، والراجل دوت اسمه كذا. قال لي أنا اسمي كذا في الرؤية، وهو طبعا ما يعرفش الراجل لكن يعرف القرية. فالراجل اللي هو شاف الرؤية لما بيحكي للولي بتاعه اللي هو الشيخ بتاعه، وقال له الراجل قال لي ادعي لي وانا هديك عندي حصان لو ابني خف. فرد الولي اللي هو بيتعلم من اللي هو الشيخ، قال للتلميذ بتاعه اللي شاف الرؤية، قال له: طب انا محتاج الحصان دوت، روح هاته من الراجل دوت. قال له: بس انا ما اعرفوش. قال له: لكن تعرف اسمه وتعرف شكله؟ اه. قال له: اه. طب وتعرف القرية؟
قال له اعرف القرية. قال له خلاص روح هناك اسأل عليه، ولما تقابله قول له انا عاوز الحصان وما تحكيلوش حاجة تاني. قال له بس هو كده مش هيرضى يدهوني. فرد الشيخ اللي هو الولي قال له روح انا جاي من طرف فلان الفلاني وبيقول لك انا عاوز الحصان ده ليا. الولي بقى هو اللي عاوزه الحصان مش اللي شاف الرؤية. فطبعا التلميذ اللي شاف الرؤية راح نفس المكان اللي شاف فيه الرؤية في الحقيقة، لقى ناس مزارعين بيزرعوا، فسألهم على الراجل وقال لهم الراجل ده ليه ابن مريض بمرض كذا وانا عاوز اوصل له، وصفات الراجل ده عنده شامة في وشه وعلامة. فوصفوا له بيت الراجل. فالتلميذ اللي هو شاف الرؤية أول لما خبط على الباب، الراجل اللي ابنه مريض فتح الباب. طبعا الراجل التلميذ أول لما شاف الراجل دوت قال لك بس هو ده اللي أنا شفته في الرؤية. فراح خبطها له مرة واحدة كده، قال له أنا جاي من طرف فلان الفلاني وبيقول لك هات الحصان. طبعا مين اللي شاف الرؤية؟ التلميذ مش الولي، ولكن هو قال له أنا جاي من طرف فلان الفلاني بيقول لك هات الحصان. فرد الراجل اللي ابنه مريض قال للتلميذ فعلا الشيخ اللي بعتك دوت من حوالي سنة كان ماشي في الحتة الفلانية وقابلته. بيحكي بقى للتلميذ اللي شاف الرؤية، وقابلته وقلت له انا ابن مريض والاطباء عجزوا على شفائه، ويا ريت تدعي ليه ان ربنا يشفيه. ومن ساعة ما دعا ليه ربنا شفاه، فهو الحصان اهو. فهو التلميذ استغرب، طالب العلم ده قال لك ازاي انا اللي شفت الرؤية وانا اللي شفت الراجل وانا اللي دعيت له، ازاي الموقف ده يحصل في الحقيقة مع الشيخ بتاعي؟ هي دي مقامات الولاية، ان الشيخ بتاعه عاوز يعلمه درس، ان مقامات الولاية مقامات كبيرة. عشان تبحث في علم الأولياء الموضوع بالنسبة لك صعب، الأمر محتاج تسليم، الأمر محتاج تسليم. ولذلك سيدنا الخضر عليه السلام قال لسيدنا موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، أو تسطع معي صبرا. فاحنا لما بنحكي عن الأولياء وبنحكي عن الولي الختم بنحكي على كرامات. فنصيحتي للأخ اللي شاف الرؤية استمر في الصيغة ديت، إن شاء الله ربنا يفتح عليك فتوح العارفين. طبعا الصيغة بتاعت الصلاة على حضرة النبي اللي أنا بقولها في أول الفيديوهات ديت هي رابط روحي ما بيني وما بينكم. الصيغة ديت من حوالي 20 سنة بالظبط كنت شغال بصلي على حضرة النبي 1000 مرة الصبح و1000 مرة بالليل. طبعا الكلام ده أنا أول مرة أقوله وما بحبش أقوله، لكن أنا عاوز أعرفك الدنيا ماشية إزاي والرؤى بتيجي إزاي، والرؤى متشابهة. وحكينا عن الرؤية بتاعت أبو السيدة ربع العدوية لما جاله سيدنا محمد وقال له روح للوالي الفلاني هات منه 400 درهم عشان انت كنت بتصلي 100 صلاة في الليل، وكان في وعد ما بينك وما بين ربنا تصلي في ليلة كانت ليلة الجمعة اللي هي الخميس تصلي 400 وما صليتش، فدي كفارة ليك وهتاخد حقها يوم القيامة. نفس الرؤية اتكررت مع الراجل اللي كان سالف حوالي 500 دينار من راجل، دي في زمن ودي في زمن، والراجل اشتكاه وراح للقاضي ورجع يصلي على حضرة النبي هو ومراته. حكينا الموضوع دوت، والقاضي شاف سيدنا محمد، والراجل التاجر شاف سيدنا محمد، واللي عليه الدين شاف سيدنا محمد. يبقى الرابط الروحي ما بيني ما بينهم كلهم الصلاة على حضرة النبي، زي الرابط الروحي ما بيني وما بينكم الصلاة على حضرة النبي. وزي دلوقتي ما أنا بتواصل معاكم عن طريق النت، يبقى الشبكة العنكبوتية أو النت هو الرابط ما بيني وما بينك. قلت لكم قبل كده ان كل ورد وليه وارد، اي ورد بتقراه ربنا بيبعت لك وارد ليه يعلمك. كنت بصلي على حضرة النبي من 20 سنة 1000 الصبح و1000 بالليل، ده كان ورد ليا. شفت في رؤية منامية الصيغة اللي انا ببدأ فيها بصلي على حضرة النبي في اول الفيديوهات، فربنا ألهمني سبحانه وتعالى ان انا استلم الصيغة ديت، وربنا فتح عليا بيها. بقعد قدام حضراتكم على الكرسي ما بكونش مجهز حاجة، بكون مجهز السكريبت اللي انا بقرا منه. حتى ما بقرا قدامكم اول مره
أول لما بقراه ربنا بيفتح عليا، فأنت ربنا هيفتح عليك. طبعا أنا بكشف لك علوم عشان إحنا هنا قناة تعليمية، لازم أن تبقى عارف الدنيا ماشية إزاي. وإذا ما أنت طالب علم النهاردة، بكرة ربنا يجعلك تعلم ناس تانية صدقة العلم نشر. يا ريت تعملوا إعجاب على هذا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من محب الإمام المهدي والباحثين عن الإمام المهدي. طبعا احنا اتكلمنا على باب الرؤى عند الأولياء والأنبياء، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لك الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. وقلنا لك إن السيدة ربعة العدوية اتولدت في البصرة في العراق سنة 100 هجريا، وماتت سنة 180 هجري، يعني عاشت 80 سنة، واتدفنت في مقبرة الحسن البصري. والإمام الحسن البصري كان موجود وقتها، والشيخ محمد بن سيرين أو محمد بن سيرين. وطبعا الحسن البصري كان هيتجوزها، وحصل ما بينهم أسئلة كده وحوار أو مناظرة، ودوت مش موضوعنا. ولكن تعالى لما نتكلم عن موضوع السيدة ربعة العدوية والحب الإلهي. طبعا السيدة ربعة العدوية لها قصة، كانت ماشية طريق تاني وكانت بتعزف على الناي أو المزمار. القصة بتاعتها بتقول كده: وربنا هداها للطريق اللي هي مشيت فيه. عندما توفت ربعة العدوية، وكانت من العابدات التقيات، في واحدة شافتها في المنام بعد وفاتها، والواحدة دي إحدى الطالبات بتاعتها. طبعا كل والد بيجي لما بيموت، ودي كرامة ليه، بيجي للطلاب بتاعه عشان برضك يختم الخاتمة بتاعته، يقول لهم هو وصل في ايه عند ربنا، وهم يكملوا وراه. فهي جت لإحدى الطالبات وقالت لها الطالبة: ما فعل الله بك يا ربعة؟ إيه اللي حصل لك بعد ما متي؟ فالسيدة ربعة العدوية قالت لها في الرؤيا: إن الله أكرمني إكراما ما بعده إكرام، ولكن ميمونة فتتني. ميمونة ديت واحدة تانية فتتني بدرجات عالية في الجنة. طبعا ميمونة دي برضه كانت عابدة زاهدة. فقالت لها: وبما ذلك؟ قالت السيدة ربعة بتقول لها التلميذة بتاعتها، قالت لها: طب هي عدتك بمراحل ليه؟ هي عملت ايه انت ما كنتيش بتعمليه؟ السيدة ربعة قالت لها: كانت ميمونة راضية عن أقدار الله، لا تأبهه على أي حال، أصبحت أو أمست قالت سبحان الله. يعني أي ابتلاء يجي لها مفوضة أمرها لله. وده اللي احنا اتكلمنا فيه في موضوع الإرادة: أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. إذا سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون لي إلا ما أريد. ولمن لا يعرف ميمونة ولم يقرأ عنها، كانوا بيقولوا على ميمونة ديت المجنونة. يعني اللي ما يعرفش حاجة عن ميمونة دي اللي سبقت السيدة ربعة العدوية، كانوا بيقولوا عنها مجنونة، وبعضهم يسميها ميمونة السوداء. ودي كانت شغلانتها بترعى الأغنام مقابل دراهم، تشتري منها تمرا وتوزعها على الفقراء. ادي قصة هي بتتكلم، فتحت لي مجال تاني انا كنت قريته زمان وهحكي لك عنه. ميمونة ديت سبقت السيدة ربعة العدوية، لانها الناس كانوا بيقولوا عنها مجنونة، وكانت بترعى غنم، وكانوا بيسموها ميمونة السوداء، وكانت بتاخد دراهم قليلة وتشتري بيها تمر اللي هو البلح وبتوزعه على الفقراء. القصة ديت بتفكرني بواحد ولي من الأولياء، ده كان في طنطا، عندنا محافظة طنطا في مصر، بلد السيد البدوي. الراجل ده كان اسمه الشيخ نور الدين الشوني. لو انت دخلت على جوجل كده وكتبت نور الدين الشوني، وسمي الشوني لأن كان في بلد اسمها شنوان. الراجل دوت اللي أنشأ مجالس الصلاة على حضرة النبي في العالم العربي بقى، في اليمن والسعودية والكويت وجميع الدول دي. الراجل ده كان في زمن من الأزمنة كان بيقعد في مسجد السيد أحمد البدوي اللي هو في طنطا ليلة الجمعة، اللي هو يوم الخميس بالليل من بعد صلاة المغرب أو من بعد صلاة العشاء.
كان بيقعد من بعد صلاة العشاء يعمل حلقة صلاة على حضرة النبي، يقعد يصلي على حضرة النبي طول الليل هو والناس، وأذان الفجر يدن يقوموا يصلوا يصلوا الفجر، وبعد كده يرجع يصلي على حضرة النبي الراجل اللي اسمه الشيخ نور الدين الشوني، وده نعمل فيه حلقة لحد ما يرفعوا أذان الجمعة. تخيل واحد من بعد صلاة العشاء لامم الناس حواليه وقاعدين بيصلوا على حضرة النبي من بعد صلاة العشاء لحد ما يرفعوا أذان الجمعة، والفجر يدن يسيبوا الصلاة على النبي ويقوموا يصلوا الفجر ويرجعوا يكملوا. الراجل ده بيقول لك وهو صغير في السن كان بيروح يشتغل في الأراضي الزراعية عند الناس يجمع الزرع. بيقول لك كان بياخد الأكل بتاعه وبيفرقه على الناس، وأول لما يبتدوا يحصدوا الزرع من الصبح الساعة 8 الصبح هو والناس كده في الأرض الزراعية يقعدوا يصلوا على حضرة النبي لحد آخر النهار لحد ما يخلصوا. الراجل حياته كلها صلاة على حضرة النبي. اسمه الشيخ نور الدين الشوني. أبقى أعمل لكم حلقة إن شاء الله عنه. تخيل ده بيشوف سيدنا محمد قد إيه، وأحد تلامذته شافه في عالم الرؤى قال له ربنا عمل فيك إيه؟ قال له جعلني قاعد على باب البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، أي حد داخل وخارج بيعدي عليا. أهي ده مقامات الولاية. والراجل ده برضك اللي هو نور الدين الشوني كانوا مسمينه شهيد الصلاة على حضرة النبي، مات وحبه في الصلاة على حضرة النبي. تعالوا نرجع لميمونة والسيدة ربعة العدوية. أحد العلماء في عصرها رأى رؤية في المنام 3 ليالي، كل يوم الرؤية بتتكرر، يرى فيها من يقول له جارتك في الجنة ميمونة. واحد شاف رؤية اتكررت 3 مرات، هاتف من عالم المثال بيقول له جارتك في الجنة ميمونة. فطبعا الراجل استغرب لما شاف الرؤية بتتكرر، لما جاء ليسأل عنها استغرب الجميع، وقال أحدهم ما تفعل يا إمام بميمونة المجنونة. الراجل الإمام ده شاف ميمونة ديت، شاف حد في عالم المثال بيقول له جارتك في الجنة ميمونة 3 ليالي. قال لك اما اروح اشوف ميمونة دي دخلت الجنة ازاي ولا قصتها ايه. راح سأل الناس، في واحد من الناس قال له ما انت عاوز ايه من ميمونة المجنونة؟ انها ترعى الاغنام في مكان كذا، ثم وصف له المكان. راح يسأل على ميمونة قال له انها ترعى الاغنام في مكان كذا، ووصف له المكان وقال له عنها مجنون. الراجل الشيخ ده اللي شاف الهاتف في عالم المثال 3 مرات بيقول له ميمونة في الجنة، راح لها المكان ده على الوصف اللي الراجل قاله له، ولما ذهب وجدها تصلي، لا بتصلي، ورأى شيئا عجبا، وجد الأغنام ترعى وتحرسها الذئاب. خلي بالك المقام دوت كان عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان راعي أغنام، لقوا الديب قاعد بيحرس الغنم وهم نايمين. دي من معجزات الأنبياء، يبقى ديت مكثرة في الصلاة على حضرة النبي. الراجل الشيخ لقى ميمونة بتصلي والديب الذئب بيرعى الغنم أو بيحرسه، ولما انتهت من صلاتها من الصلاة بتاعتها قالت له دون أن تلتفت لتراه، شوف بقى وهي بتصلي كده من غير ما تشوف الراجل في ظهرها الشيخ، قالت له ما جاء بك يا فلان. بتفكرني بابن عطاء الله السكندري، فاكرينه موضوع ابن النحوي؟ ما جاء بك يا فلان، الموعد ليس هنا، موعدنا في الجنة. الله الله. قال والله لا أريد أن أسألك كيف عرفتيني، ولكن كيف للأغنام. أنا مش هسألك أنت عرفتني إزاي وأنت مش شايفاني،
ولكن عاوز أسألك كيف للأغنام أن ترعى؟ يعني هي سايبة كده بتاكل والذئاب بتحرسها. فقالت أصلحت ما بيني وبين الله فأصلح الله ما بين الذئاب والغنم. ده اللي أنا بتكلم فيه بتاع المملكة الإنسانية، اللي أنت تصلح ما بينك وبين ربنا وتظبط النفس كده والقرين وتبعد الشيطان عن نفسك، هتلاقي القلب والقصة شغالة عندك. الرضاء يوصلنا مراحل عالية من التقوى، إصلاح القلوب بصلاح الجوارح، بل بكل الحياة. تعالوا نشوف الرؤية التانية بتاعت واحدة السيدة اسمها السيدة عبدة. والسيدة عبدة دي كانت شغالة أو خادمة عند السيدة ربعة العدوية. وبعد وفاة السيدة ربعة بنحو 6 شهور، بتقولك السيدة عبدة شافت في منامها، شافت السيدة ربعة عليها ثوب من استبرق، شافتها كده عليها ثوب من استبرق وخمار من السندس الأخضر. بتقولك لم أرى أجمل منه. فقلت لها ماذا فعلت بالجبة التي كفناك بها؟ يعني احنا كفناك بجبة، باللي هو بتاع الكفن الأبيض دوت، راح فين وانت جايه لابسه لنا دلوقتي في الرؤية استبرق وخمار من سندس واخضر؟ فين الكفن اللي احنا كفناك بيه؟ ماذا فعلت بالجبة التي كفناك بها والخمار الصوف الذي كان مع الكفن؟ قالت والله نزع مني، اتنزع، وأبدلني الله، ربنا بدلها هذا الثياب اللي هو ايه؟ اللي هو ثوب من استبرق وخمار من السندس الأخضر. والله نزع مني وأبدلني الله هذا الثياب التي ترينيه الآن، وطويت أكفاني وختم عليها بختم السعادة. حتى الكفن بتاعها اتطوى كده واتطبق واتختم عليه بختم السعادة، ورفعت بين المقربين في أعلى عليين، وناداني ربي يا رابعة، أبيحت لك تلك الدرجات في عليين، تذوبين عشقا كما كنت في الدنيا، فإنك عندنا ذات مقام علي. فقلت إلهي غمرتني بالعطايا والفضل الجزيل، فلك الحمد رب العالمين. تقول بقى السيدة عبدة اللي هي شافت الرؤية دي، اللي كانت خادمة عند السيدة ربعة، قلت يا ربعة انصحيني. ده في الرؤية. شوف بقى الذكاء بتاع لما اجي اقول لك، اما تشوف ولي في المنامات او سيدنا محمد في المنام او اي حد من الصحابة تسأله ينصحك، يديك رسالة يقول لك تمشي ازاي، مش تصحى كده زي ما تشوفه زي ما تخرج. قلت يا رابعة انصحيني بأمر أفعله في الدنيا. قالت أكثري من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الذاكر تغبطه الملائكة. الملائكة بتكون قريبة منه على كثرة الذكر، وعندما يصل قبره لما بيموت تلقونه، الملائكة بتتلقاه أفواجا أفواجا يرحبون به، ويعرفه كل أهل البرزخ، وينادي عندهم هذا عبد سعيد ذاكر للرب المجيد، ويخرج منه نور يعرفه كل أهل البرزخ. بتقول لها أكثري يا عبدة من ذكره ليلا نهارا في السر والجهر، ولا تتوقفي للحظة، اجعلي ذكره جاري مع أنفاسك، يعني مع كل نفس تذكري ربنا تنالين سعادة الدنيا والآخرة. الكلام ده احنا جبناه من كتاب اسمه شهيدة العشق الإلهي ربعة العدوية. يعني انت لو عاوز ترجع لمعلومات أكتر عن ربعة العدوية هترجع لشهيدة العشق الإلهي ربعة العدوية. ده كتاب، الموضوع سهل، هتلاقيه على جوجل. الموضوع بسيط، الموضوع عاوز كله إخلاص لربنا سبحانه وتعالى، تصلح ما بينك زي ميمونة لما قالت للإمام، لما قال لها أنا مش هسألك أنت شفتيني أنت عرفت إزاي ده موضوع الجنة أو عرفت اسمي إزاي، لما هي كانت بتصلي، أنا هسألك إزاي الديب بيرعى الغنم. قالت له اصلح ما بينك وما بين ربنا، ربنا يصلح ما بين الديب وما بين الغنم. أظن الرسالة دي للمسلمين كلهم، لو أصلحوا ما بين نفسهم
ربنا هيصلح ما بينهم وما بين عدوهم. ولذلك لو تتذكر الحلقة البث اللي أنا اتكلمت فيها عن السكينة، وقلت لك لازم أن يكون في سكينة، وأهل البيت والصحابة كان عندهم سكينة، وبسبب السكينة دي أعداء المسلمين أو الكفار كانوا بيخافوا من المسلمين. وقلت لك السكينة دي كانت عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت لك إن الراجل اللي كان ليه فلوس عند أبو جهل وراح لسيدنا محمد عشان يجيب له الفلوس، وسيدنا محمد خده وخبط على الباب وقال لأبو جهل الراجل ده ليه عندك فلوس؟ قال له اه. قال له اديها له. ابو جهل دخل جاب الفلوس واداها له. الراجل ما صدقش نفسه لانه تعب، كل شويه بيدور على فلوس ومش عارف ياخدها. فالراجل خد الفلوس وجري. فجاي بعدها الكفار بيقولوا لابو جهل ازاي بعتنا لك محمد تديله تدي للراجل الفلوس، احنا قلنا هيحصل ما بينكم مشكله. فرد قال له انا اول لما فتحت الباب لقيت قدامي اسد، لو كنت قلت لا كان فتح بقي وكلني. دي السكينة. طبعا القصص كتير والرؤى مفيش أكتر منها. أهم حاجة تصلح ما بينك وما بين ربك، والإصلاح هيكون ذاتي، الإصلاح هيبدأ من عندك. أنا كده انتهيت من قصة أو موضوع السيدة رابعة العدوية بالرؤى بتاعتها، وياريت تكونوا استفدتوا. وبشكركم، بشكر الأخ اللي شاف الرؤية. يا جماعة يا ريت ما تنسونيش بالإعجاب، لأن الإعجاب بيوصل القناة أو الفيديو لناس تانية. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.